السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه ماجده كوكي اللي تطبخوا الحلويات. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه. اليوم غادي ندير واحد الطويجين ديال الدجاج بالفريت، وكنعرف جميع السيدات كيعرفوا يصايبوه. بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي، دائما تبادل الافكار وكل وحده كي كدير الطيب. انا بغيت نشارك معكم طريقتي. بالنسبه للبنات المقادير، انا عندي هنايا 4 ديال الفخيدات نتاع الدجاج، عندي هنايا كيلو ونص ديال البطاطا والعطريه. بالنسبه لبنات البطاطا قطعتها وغسلتها 2 خطرات، يعني كنخليها واحد شويه في الماء وكنولي نغسلها. ومن بعد 2 خطرات درتها عاوتاني في منقي، درت فيها الخل ودرت فيها الملحه. هذه غادي نخليها واحد المده هكا ترقد، واحد نص ساعه ولا عاد كنصفيها من هذا الماء ونديرها في ماء بارد في الكاسرونه وكنديرها فوق النار. اون فوا غير كتطلع، ماشي كنديرها في الماء الغليان، كنديرها في الماء بارد في الكاسرونه عاد كنديرها فوق النار. اون فوا كتطلع فيها غير الغليه الاولى كنحيدها من فوق النار ونصفيها صافي، كنخليها تستقطر مزيان عاد كندوز نقليها. هذه بالنسبه للبطاطا. بالنسبه لبنات الدجاج عندي هنا قلت لكم 4 ديال الفخيدات نتاع الدجاج. بالنسبه للعطريه عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الثومه مدقوقه، عندي القليل من البزار. دائما كنقول لكم انا البزار ما كنكثرش في الماكله. عندي هنايا واحد راس معلقه كبيره ديال البزار. المليحه ما كثرتش هنايا، درت غير شويه لان عندي الضامات مالحين. عندي هنايا راكم عارفين البنات الدجاج كيبغي السكينجبير، درت معلقه كبيره بومبي ديال السكينجبير، معلقه كبيره مع عمراش ديال الخرقوم. عندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال زريعه القزبر، ما تكثروش منه لان كيعطي المروريه. عندي هنايا ضامه ديال السمن، انا ما عنديش البنات كمل لي السمن يعني نتاع الدار، درت هاد الضامه حتى هي كتجي زوينه والمذاق ديالها خفيف. عندي هنايا ضامه ديال زعفران شعره. الا ما عندكمش هاد الضامه تاع زعفران شعره تقدري تعوضيها بواحد شويه ديال زعفران حر، تحكي بين يديك. عندي هنايا واحد راس معلقه صغيره ديال القرفه، ما تكثروش القرفه، هي واحد شويه. عندي هنايا المعدنوس. صافي هادو هما المكونات. ندوزو دابا للطريقه. البنات دابا حطيت الدجاج في البول اللي غادي نشرمل فيه، غادي نحط فيه هاد المكونات كلشي. العطريه اللي شاركت معكم كلها غادي نديرها، غادي نشرملو على حساب واحد نص ساعه بلا زيت، لان الزيت الا درتيه ما غاديش يخلي العطريه يشربها الدجاج، كيبقى بحال العازل، كيعزل ما بين العطريه واللحوم اللي ديري، كيما يا اما دجاج يا اما لحم. ما عمرك ما ديري في العطريه الزيت حتى تشرملي مزيان وتخليه يركد واحد شويه. من تجي طيبي عاد ديري الزيت. صافي البنات دابا انا غادي يعني ندير العطريه مزيان باش تخلي في هذا الدجاج. مزيان حكا بحال اللي كدلكي ديك العطريه في وسط الدجاج. وتقدري ديري هاد المرحله هذه ديريها بالليل، يعني بحال اللي كتماصي هاد الدجاج باش كتدخلوا العطريه ويجي لذيذ. صافي البنات انا غادي نكمل هكا بهذه الطريقه حتى كندخل مزيان العطريه في الدجاج. غادي نخليه واحد نص ساعه يرقد ونتلاقاو بعد قليل. من بعد ما رقدت البنات الدجاج واحد نص ساعه في هاد الشرموله هادي، هنايا شلوت واحد البصيله، وماذا بكم تكون البصله البيضاء باش كتذوب وكتنزل دغيا وكتعسل في يعني في الطويجنات. غادي ندير هاد الدجاج. البنات سمحوا لي نسيت ما في العطريه اللي كنت حطيتها في الطبسيون ما قلت لكمش عليها. عندي معلقه صغيره اللي درتها ديال العطريه ديال الدجاج. قلت لكم سكينجبير معلقه كبيره بومبين، معلقه مع عمراش كبيره ديال الخرقوم، ضامه ديال السمن، ضامه ديال الزعفران، نص معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال زريعه القزبر، ما تكثروش منهم، المليحه حسب الذوق. بالنسبه للثومه المعدنوس. ونسيت ما قلت لكمش على واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، كتجي رائعه البنات في هاد الطويجنات. راه كتباع دابا، راه موجوده بزاف في المحلات التجاريه كيبيعوا كاع العطريه، يعني اللي بغيتي من العطريه كتلقايها عندهم. دابا غادي ندير الزيت. انا بالنسبه لي غادي نطيب بزيت الزيتون او زيت العود. البنات ما غاديش ندير قطره ديال الماء، غادي ندير على حساب نص كاس ديال الزيت. صافي دابا غادي نديرو فوق النار وما غادي نقلي ما والو. دابا غادي نغطي عليه، غادي ندير تحته واحد الطاجين اللي كنطيب فيه الحرشه. ضروري دائما ديري واحد العازل، لان هاد الطويجنات كيلصقوا سواء تاع اينوكس اولا ديال الطين، كيلصقوا الطويجنات. من الاحسن تقلي من التحت بواحد الطاجين اولا شي شبكه عندك ولا باش كيكون واحد العازل بينها وبين نار الطاجين.
ونخليوها يطيب على المهل. هاد الطويجنات البنات كيبغيو الطياب ديالهم على المهل، ما تجهدوهمش للنار، ديروها في الاول خليوها تكتك شي شويه حتى كيبدا البصيله والدجاج يطلق الماء ديالو، من بعد نقصوا على الطويجين وخليوه يطيب على خاطرو. صافي البنات دابا غادي نخلي هاد الطويجين يطيب ونتلاقاو بعد قليل. البنات دابا غادي ندوز باش ندير الفريت. الدجاج ديالي راه يطيب الطاجين. شنو كندير؟ راني صفيته مزيان، هانتوما شوفوا الماء ديالو كي كيولي، يعني كاع ديك لاميدون كتقلع. هانتوما دابا غادي ندير له واحد القبيصه ديال الملح، لان ديجا كنرقد في الملح والخل. غادي نديرو فوق النار هكا على ما بارد. اون فوا ما غاديش نخليه يلاه تطلع الغليه، غير نحس ديك الكشكوشه طلعت الاولى صافي كنطفي عليه وكنصفيه ونخليها تبرد مزيان وندوز نقليها ونتلاقاو في المرحله الثانيه. البنات من بعد ما طاب الطاجين ديالي مع الفريت، هذه النتيجه اللي حصلت عليها، كيجي رائع. هانتوما الفريت واخا هذا غير بطاطا البيضاء، غير ديري الطريقه اللي قلت لك، الخل والملحه ترقديها فيها واحد نص ساعه كتعطي هذه النتيجه. رافقتها بسليطه هكا عاديه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بالبارطاج مع الاهل والاصدقاء، وما تنساونيش بلايك. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.